النسوية ماشي حاجة وحدة. أول خطأ كيديرو الناس هو كيحسبوا النسوية تساوي فكرة وحدة. لا، كاين أنواع ديال النسوية. نسوية كتطالب بالحقوق الأساسية، نسوية قانونية، نسوية متأثرة بالغرب، ونسوية متطرفة أحيانا. المشكل ماشي في النسوية كاملة، المشكل في بعض التوجهات. علاش النسوية بدات أصلا؟ النسوية ما طلعتش من الفراغ، بدات حيت المرأة ما كانش كتقرأ، ما كانش عندها رأي في الحياة ديالها، ما كانش محمية قانونيا. يعني كانت رد فعل على ظلم حقيقي. الفرق بين الحق والصراع: في الأول المرأة بغات حقها، الراجل ما كانش عدو. مع الوقت بعض الخطاب ولا كيقول الراجل هو المشكل، وهنا وقع الانحراف. ملي كتحول المطالبة بالحق إلى اتهام تعميم كراهية، راه ما بقاتش حقوق، ولات حرب أفكار. المغرب عنده دين، عنده تقاليد، عنده بنية عائلية خاصة. استيراد أفكار جاهزة من برا بلا تكييف، بلا فهم للسياق، كيخلق صدام. يعني ما كل مصلح في الغرب يصلح في المغرب. علاش الشباب تايه في هذا الموضوع؟ الشاب المغربي دابا مضغوط اقتصاديا، مطالب يكون راجل زائد مؤيل، والبنت باغية الاستقلال، باغية الحرية، ولكن حتى هي مضغوطة مجتمعيا. النتيجة كل واحد حاس براسو مظلوم. فين خاص يكون التوازن؟ التوازن هو لا ظلم للمرأة، لا شيطنة للرجل. الحقوق خاصة تكون مبنية على العدل، ماشي على الانتقام، وماشي على عقدة الماضي. شنو الخطر ديال التطرف النسوي؟ إلا مشات النسوية بعيد كتفكك الأسرة، كتزرع العداء، كتخلق أجيال معقدة نفسيا. المجتمع ما كيتصلحش بالراجل بوحدو ولا بالمرأة بوحدها، كيتصلح بالتكامل. الراجل عنده دور، المرأة عندها دور، والقيمة ماشي في التشابه بل في التكامل. سب، تخوين، تطرف، خاصنا نهضروا على العنف الحقيقي. تعليم، الصحة، الشغل، بكرامة، حماية الأسرة. النسوية ما خاصهاش تكون حرب بين الرجل والمرأة، خاصها تكون محاولة باش يعيشوا بجوج بكرامة.